بيبدأ الفيلم بولد صغير اسمه ليو، بتكون جدته بتصحيه من النوم علشان يروح للمدرسة. هو بيكون ليو مهووس بالمصارعة الحرة، وأوضته مليانة صور لاعبين مصارعة. هو بيكون بيحب المصارعة جدا وبيتمنى يكون مصارع مشهور لما يكبر. وبنشوف ليو وهو بيلبس هدومه وبيجهز نفسه بسرعة علشان يتأخر على المدرسة. هو بيركب العجلة بتاعته وبيمشي. هو بيعدي على أصحابه وبيروحوا للمدرسة مع بعض. ولما بيوصلوا هناك بيقابلوا أشهر طالب في المدرسة واسمه تريفور. والتريفور ده بيكون دايما بيتنمر على ليو وأصحابه وبيقلل منهم قدام الطلبة كلها. وحتى المرة دي بيفضل يتريق عليهم وبيقلل منهم. هو بيتريق على ليو بالأخص وبيضربه لحد ما بتشوفهم المدرسة وبتبعت تريفور وأصحابه على مكتب الناظر علشان اللي هم عملوه في ليو. وبعدها بيروح ليو يقعد مع أصحابه وبنلاحظ إن ليو معجب بواحدة زميلته اسمها إيريكا، لكن إيريكا بتكون مش واخدة بالها منه ولا ملاحظاه. وهو مش قادر ياخد خطوة ويكلمها لأن هو خجول بدرجة كبيرة. وبعد المدرسة بيكون ليو هيروح على بيته، لكن بيتفاجئ بإن تريفور وأصحابه جايين وعايزين يضربوه، وده علشان الناظر عاقبهم بسببه وهم عايزين ينتقموا منه. فبياخد ليو العجلة بتاعته وبيحاول يهرب منهم، فهم بيبدأوا يطاردوه. فبيدخل ليو بيت فيه حفلة علشان يستخبى منهم جوه. وبيدخل لأوضة معينة في البيت وبيقفل على نفسه، والأوضة دي بتكون مليانة حاجات عن المصارعة. فبيدخل ليو يستكشف الأوضة دي وبيتفرج على الحاجات اللي فيها، وبيلاقي صندوق جواه قناع شكله غريب جدا، وبتكون ريحته وحشة بشكل مبالغ فيه. ورغم ريحة القناع الوحشة بيقرر ليو يقيس القناع ده علشان شكله قناع من بتوع المصارعة. لكن في نفس اللحظة دي بيدخل صاحب البيت على ليو وما بيلحقش ليو يلبس القناع. هو صاحب البيت بيسأل ليو بعصبية هو بيعمل ايه في البيت عنده، فبيوضح له ليو ان في مجموعة ولاد بيطاردوه علشان يضربوه، وان هو مش هيقدر يتصدى لهم، فكان بيحاول يهرب منهم ودخل بيته بالصدفة. فبيزعل صاحب البيت على ليو وبيعرض عليه ياخد القناع ده لو هو عاوزه. فبيفرح ليو وبياخد القناع وبيمشي. هو بيرجع ليو لبيته وبيقعد مع جدته، هو بيقعدوا يتفرجوا سوا على مباريات المصارعة. وبعد المباريات ما بتخلص بيشوف اعلان لمسابقة من اتحاد WWE للمصارعة، واللي هيقدر يكسب في المصارعة دي هيمضي عقد مع الاتحاد وهيبقى مصارع رسمي. وبيبقى فيه كمان جايزة قيمتها 50,000 دولار. وكمان المسابقة هتتعمل في المدينة اللي هم عايشين فيها. فبيفرح ليو وبيتحمس جدا للمسابقة دي. وبعدها بيطلع ليو لأوضته وبيسمع ابوه ستيف وهو بيتكلم مع جدته. وبيعرف ليو ان ابوه واخد قرض من البنك بقيمة 20,000 دولار، ولو ما سددش المبلغ ده في اسرع وقت البنك ممكن يحجز على بيته ويتشردوا كلهم. فبتتصدم الجدة وبتسأله هيجيب المبلغ ده كله منين. فبيقول لها ستيف ان هو بيدور على شغل وهيحاول يدبر المبلغ. هو بيكون ليو بيسمعهم وهو زعلان ومتأثر، لكن مفيش حاجة في ايده يعملها. هو بيروح ليو يلعب بأي حاجة علشان يسلي وقته ويبطل تفكير في موضوع القرض بتاع ابوه. فبيطلع ليو القناع الغريب اللي صاحب البيت اداهوله وبيقرر يلبسه. واول ما بيلبسه بيتفاجئ ان صوته اتغير وبقى صوت شخص بالغ، وكمان طريقة كلامه بتبقى شبه طريقة كلام نجوم المصارعة المشهورين. فبيجرب ليو ينط وهو لابس القناع ده، وهو بيتفاجئ ان هو بينط نطة اعلى من الطبيعي وبيتشقلب كمان. ولما بينط ليو بيكون الدولاب هيقع عليه، ولكن هو بيقدر يوقف الدولاب بصباع واحد بس. فهنا بيكتشف ليو ان القناع ده بيديله قوة خارقة، وبيقرر يتأكد بنفسه من الموضوع ده. فبينزل للجراج وبيجرب يشيل عربية وبيلاقي نفسه قادر يشيلها وبيد واحدة بس. وبعد كده بيروح يضرب الشجرة وبيقدر يكسرها عادي. وبيكون ليو مستغرب من القوة الخارقة اللي القناع بيديها له دي. فبيقرر يبحث عن القناع ده ويشوف ايه حكايته. ولما بيبحث عنه بيلاقي ان في اسطورة قديمة عن القناع ده، والاسطورة دي بتقول ان القناع ده سحري وبيدي قوة غامضة وخارقة للاشخاص اللي يستحقوا القوة دي بس. والقناع هو اللي بيقرر مين اللي يستحق القوة دي ومين لا. فبيفهم ليو هنا ان هو شخص مميز، والقناع قرر يديله القوة الخارقة دي. هو بيجي تاني يوم وبيروح ليو للمدرسة وبيلاقي تريفور وشلته بيضربوا أصحابه المقربين. فبيقرر ليو هنا يستخدم القناع وينقذ أصحابه. فبيروح يطفي النور وبيلبس القناع وبيهجم على تريفور وشلته. ولما النور بيتفتح كل الطلاب بيتفاجئوا إن تريفور وأصحابه مضروبين وكمان متعلقين، وكل الطلاب بيضحكوا عليهم وبيحيوا ليو على اللي عمله ده، رغم إن هما ما شافوش حاجة لكن شافوه وهو بيهجم عليهم. وبعد المدرسة بيقعد ليو مع أصحابه وبيفضلوا يتكلموا عن اللي حصل لحد ما بيظهر قدامهم إعلان المسابقة للمرة التانية. هو بيشوف ليو الإعلان لكن المرة دي بيركز أكتر، وبيلاحظ إن هو هيكسب مبلغ كبير لو فاز في المسابقة دي، وكمان هيقدر يسدد دين أبوه. فبتجيله هنا الفكرة المجنونة وبيقرر يشترك في المسابقة. ولكن وهو لابس القناع هو بالفعل بيبدأ يحضر نفسه ويشوف هيلبس إيه مع القناع ده. هو بيختار كمان اسم مجهول لنفسه. ولما بيجهز كل حاجة بيروح لمكان المسابقة وبيسجل اسمه بشكل رسمي. وبيدخل ليه يقعد وسط كل المصارعين اللي مشتركين في المسابقة، وأي حد
حد بيشوفه في الوقت ده بيستغرب بسبب حجمه وسنه، وبيعاملوه بطريقة وقحة، ما عدا مصارع واحد بس محترم وطيب واسمه سموز. وبيكون سموز بيتعامل مع ليو عادي وبيخليه يقعد جنبه وبيتعرفوا على بعض. وبيجي مصارع مشهور يعلن للمتسابقين بداية التصفيات اللي هتأهلهم للمسابقة، وبيقول لهم ان اول مرحلة في التصفيات هتكون عبارة عن ان كل متسابق بيمسك برميل تقيل جدا وبيرميه، واكتر متسابقين هيحدفوا البرميل لمسافة بعيدة هم اللي هيتأهلوا للمرحلة الجاية. وبتبدأ التصفيات وبيجي متسابق ضخم وقوي جدا اسمه شمشون، وبيرمي برميلين 2 بدل برميل واحد، وكل الموجودين بينبهروا بقوة شمشون وبيراهنوا عليه بعد ما بيشوفوا قوته الجبارة، لحد ما بيجي ليه وبيمسك برميل وبيرميه بقوة لدرجة ان البرميل بيخرج من المبنى اصلا. فكلهم بيتفاجئوا من قوة ليو في المرحلة دي وبيبدأوا ينتبهوا ليه، وبيكملوا باقي التصفيات. وفي كل المراحل بيكون ليو متفوق فيها وبيقدر يثبت نفسه بين كل المصارعين رغم حجمه الصغير. وبعد التصفيات بيختاروا الاشخاص اللي هتتأهل للمسابقة، واللي ليو بيكون ما بينهم ومعاه سموز وشمشون. وبيجي الليل وبيرجع ليو للبيت، لكن ما بيدخلش من باب البيت وبيدخل من شباك اوضته علشان الوقت بيكون متأخر، وهو ما بيكونش عايز ابوه وجدته يعرفوا هو رجع الساعة كام. لكن اول ما بيدخل بيلاقي جدته صاحية ومستنياه، وبتسأله ايه اللي خلاه يتأخر لحد دلوقتي وكان فين. فبيقعد ليو معاها وبيحكي لها على كل حاجة من اول القناع السحري لحد المسابقة، وبيطلب منها توعده ما تقولش لابوه على الموضوع ده. وبتكون في الوقت ده جدته بتسمعه وهي مصدومة ومش مصدقة نفسها، لكنه بيأكد لها حقيقة كلامه ده وبيفضل وراها لحد ما بيخليها توعده ان هي مش هتقول لابوه. وكمان بتقول له ان هي هتتفرج على المسابقة وهتشجعه وتدعمه عشان يفوز. وبيجي تاني يوم وبيروح ليو للمدرسة وبيقعد يتابع إريكا من بعيد كالعادة، لكن أصحابه بيفضلوا يشجعوه علشان ياخد خطوة ويكلمها، خصوصا بعد ما هي قدرت تلاحظه لما شافته هو بيتخانق مع تريفر وأصحابه وهو ضربهم. وفعلا بيروح وبيتكلموا مع بعض وبيتعرفوا على بعض، وبياخد منها ميعاد علشان يذاكروا مع بعض. وبعد المدرسة بيروح ليو للمسابقة علشان اليوم ده بيكون بداية دور ال16 في المسابقة، وبيكون ليو هيواجه خصم قوي جدا، لكن هو بيكون واثق في نفسه وفي القناع. وبتبدأ المباراة، وفي الأول المصارع ده بيكون هو المتفوق، لكن ليو بيرجع للمباراة بقوة وبمساعدة القناع بيقدر يضرب المصارع ده وبيقدر يفوز ليو بالمباراة. وبيتأهل ليو لدور ربع النهائي وهو فرحان ومتحمس جدا، وجدته بتكون فرحانة أكتر وهي بتتفرج عليه على التلفزيون. وبعدها بيرجع ليو للبيت وبتيجي إريكا تزوره وتذاكر معاه زي ما اتفقوا، وبيقعد ليو معاها وبيقضي وقت لطيف سوا وبيتعرفوا الاتنين على بعض. وبيجي تاني يوم وبيروح ليو للمسابقة علشان مباراة ربع النهائي، وبيكون خصم ليو المرة دي تخين وحجمه أضعاف حجم ليو، والجمهور كله بيكون مراهن إن المصارع ده هيهزم ليو بسهولة. لكن وعلى العكس تماما لما بتبدأ المباراة ليو بيمسح الحلبة بالمصارع ده، وبيقدر ليو يهزمه بمنتهى السهولة، وبيتأهل لدور نصف النهائي. وبيبدأ ليو يتشهر أكتر والناس تسمع عنه وعن قوته الجبارة ويتابعوه، وشهرة ليو الكبيرة بتوصل لشمشون اللي بيكون مستغرب إزاي حد صغير بالشكل ده يكون عنده القوة دي. فبيشك شمشون ان ليو وراه حاجة، وبيقرر يدور ورا ليو ويعرف حكايته بالظبط. وبعدها بيروح ليو يتكلم مع صديقه سموز، وبيقول له سموز ان هو كمان اتأهل لدور نصف النهائي، وان المضحك في الموضوع ان هما الاتنين هيواجهوا بعض، وان بعد ما هما بقوا اصحاب هيضطروا انهم يقفوا قدام بعض في الحلبة ويضربوا بعض، وفي واحد فيهم هيكسب وواحد هيخسر. فبيقول له ليو ان هما هيلاعبوا بعض بعدل، والمصارع الافضل بينهم هو اللي هيكسب من غير مجاملة او غش. وبعدها بيروح ليو يقعد مع اصحابه في المطعم، وإريكا بتكون معاهم وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. وإريكا بتقول لهم ان هي عايزه تقدم في مسابقه رقص، لكن اللي منعها ان هي خايفه ما تتقبلش، وكمان ان هي مش هتقدر تطلع قدام الجمهور لوحدها وهتكون متوتره. فبيفضل ليو يتكلم معاها ويشجعها ويدعمها وبيديها ثقه كبيره في نفسها، وبيعرض عليها يشترك في المسابقه معاها ويرقصوا مع بعض وهي بتوافق. وفجاه هما بيتكلموا وبيلاقوا حرامي دخل يسرق المكان بالقوه، فبيقرر ليو يلبس القناع ويوقف الحرامي ده، وبالفعل بيطلع ليو القناع وبيواجه الحرامي وبينقذ الموقف. وكل الموجودين بيفضلوا يهتفوا باسمه وبيحيوه، خصوصا اصحابه واللي بيكونوا مش مصدقين عينيهم وبرضه فخورين بيه. وبيبدأ ليو يتشهر اكتر واكتر لدرجة ان في اعلاميين بييجوا يعملوا معاه لقاء تلفزيوني عنه وعن بطولته. وبتعدي الايام وعلاقة ليو بإريكا بتتطور اكتر، وبيقضوا وقت كبير مع بعض علشان إريكا بتكون بتدربه على الرقص عشان مسابقة المواهب. وبيجي يوم ماتش ليو في دور نص النهائي ضد صديقه سموز، لكن المفاجأة هنا ان قبل المباراة بيدخل مدير اعمال شمشون وبيحط مادة لزجة على السلم اللي ليو هيطلع عليه. واول ما ليو بيدوس على المادة دي حركته بتبقى تقيلة جدا وما بيبقاش قادر يتحرك، لكن بيضطر يدخل الماتش. وبتبدأ المباراة وسموز بيبهدل ليو وبيستغل ان ليو مش قادر
قادر يتحرك بسبب الجزمة. لكن لما ليو بيكتشف المادة اللي في جزمته دي بيقرر يستغل الموقف لصالحه. هو بيواجه سموث بذكاء، هو بيقدر يتغلب عليه وبيفوز في الماتش. هو بيتأهل للنهائي علشان يلاعب شمشون في القفص. وبعد المباراة بياخد ليو الميكروفون وبيحيي سموث وبيقول كلمتين حلوين في حقه. وبعدها بيروح ليو يتكلم مع اصحابه وجدته لكن بشخصيته الحقيقية من غير القناع. والمفاجأة ان مدير اعمال شمشون بيكون بيراقبهم من غير ما ياخدوا بالهم. وبيكتشف ان ليو مجرد طفل صغير وان القناع ده هو اللي بيديله القوة الخارقة، وهو من غير قناع ملوش اي لازمة. وبتطلب إريكا من ليو ما يتأخرش على ميعاد مسابقة المواهب علشان هما هيرقصوا مع بعض. فبيقول لها ليو ان هو عنده مؤتمر صحفي مهم هيخلصوا على طول وهيبقى يجي لها المسابقة. وبالفعل بيروح ليو على المؤتمر وبيفضل يقلل من شمشون ويتريق عليه قدام كل الناس لدرجة ان شمشون بيفقد اعصابه وبيكون هيهجم عليه ويضربه. لكن الحراس بيمسكوه وبيبعدوهم عن بعض في اخر لحظة. وبعد المؤتمر بيفضل ليو يتصور مع المعجبين وبيعمل لقاءات مع الصحفيين وبينسى نفسه خالص. وفي نفس الوقت ده بتكون إريكا مستنية على ميعاد العرض لكن بيكون هو نسيها ونسي العرض اساسا. فبتضطر إريكا تطلع ترقص لوحدها، ورغم ان هي بتكون زعلانة جدا ومحرجة لكنها بتقدر تبهر الجمهور ولجنة التحكيم بيعجبوا بيها جدا. وبعد العرض ما بيخلص بيوصل ليو وبيروح لإريكا واصحابه لكن هم بيكونوا زعلانين عشان ما حضرش. وبدل ما هو يعتذر لهم ويصلح موقفه بيبدأ يقول لهم ان مسابقته اهم من مسابقة المواهب دي وان هو مشهور وليه معجبين ومش شرط يكون فاضلهم طول الوقت. فبيزعلوا منه ومن غروره وبيسيبوه وبيمشوا. وبيرجع ليو للبيت وبيتفاجئ بان تريفر واصحابه مستنيينه بره علشان ينتقموا منه على اللي عمله فيهم. وللاسف ما بيلحقش يخرج القناع ويلبسه فبيقدروا يضربوه وبياخدوا حقهم منه. وبعدها بيرجع ليو على بيته وبيطلع يقعد لوحده بدون ما يتكلم مع ابوه او جدته. فبيطلع ابوه يتكلم معاه وبيحاول يقرب منه وبيحاول يحسن علاقته معاه لكن ليو بيصد ابوه وبيقول له ان هو مش عايز يتكلم معاه وبيخليه يمشي. فبتيجي جدة ليو وتقعد معاه وبتعرفه ان اسلوبه ده غلط جدا وان القوة الحقيقية ما بتكونش في الأقنعة السحرية لكن بتكون طالعة من العقل والقلب. فبيتأثر ليو بكلامها. هو بيجي تاني يوم وبيروح ليو يعتذر لأصحابه على طريقته معاهم. هو بيقول لهم ان الشهرة كانت مأثرة عليه ولكن هو خلاص رجع للطريق الصحيح وعارف ان هو ملوش قيمة من غيرهم. وهم بيحسوا فعلا ان هو رجع ليو صاحبهم بتاع زمان فبيسامحوه وبيرجعوا أصحاب تاني. وبتعدي الايام لحد ما بيجي يوم المباراة النهائية ليو اللي هيواجه فيها شمشون واللي بيكون على اخره من ليو. وكان مستني اليوم اللي هيواجهه فيه علشان ينتقم منه ويأدبه. وقبل المباراة ما تبدأ بيروح شمشون ومدير اعماله ليو في اوضة تغيير اللبس. هو بيقول مدير اعمال شمشون لليو ان هو عارف حقيقته وان هو عارف ان هو مجرد طفل ضعيف وملوش لازمة. هو بيفضل مدير الاعمال يلهيه لحد ما شمشون يبدل قناع ليو بقناع تاني مزيف. وهو بيخرج بعد كده مدير اعماله. هو بعدها شمشون وليو بيدخلوا القفص وبتبدأ المباراة. ومن بداية المباراة بيلاحظ ليو ان هو ضعيف جدا ومش عارف يدافع عن نفسه ولا عارف يضرب بقوة زي الاول. فبيطلع شمشون القناع الحقيقي وبيعرف ليو ان هو معاه قناع مزيف وان هو على وشك ان هو هينضرب علقة موت. فبيحاول شمشون يلبس القناع السحري لكن ما بيقدرش. فبيقرر ان هو هيأدب ليو بدون قناع. هو بيجري شمشون على ليو علشان يشتبك معاه لكن ليو بيفضل يجري منه في القفص وهو خايف. هو بيطلع على القفص وبيفضل فوق. فبيقرر شمشون هنا يطلع وراه علشان يمسكه ويرجعه للحلبة. وفي اللحظة دي بيتدخل ستيف ابو ليو وبيقول لابنه ان شمشون بيخاف من المرتفعات وده واضح عليه وهو بيطلع. فبيفضل ليو يستفز شمشون علشان يبص لتحت. وبالفعل شمشون بيعمل كده واول ما بيبص لتحت بيدوخ وبيقع من فوق وبيفضل دايخ على الارض. وبيكون ليو في الوقت ده قادر انه يوصل للقناع السحري ويستخدمه لكنه بيرفض يعمل كده وبيقرر يفوز من غير القناع. وبينط ليو على شمشون من فوق وبيقدر يتغلب عليه وبيقدر يفوز بالماتش. وكل الجمهور بيكونوا فرحانين بليو وعمالين يهتفوا باسمه. وبعدها بيتكلم ليو في المايك وبيشكر جدته وابوه واصحابه وكل الناس اللي وقفوا جنبه. وبيجي الاتحاد يسلم ليو الجايزة وبيعرفوا ان هو هيستلم المبلغ المالي عادي لكن مش هيقدروا يسمحوا له بدخول WWE علشان هو لسه سنه صغير. وبيسمحوا له يختار مصارع تاني يستحق يدخل بداله. وطبعا بدون تردد ليو بيختار سموز علشان هو اللي يدخل مكانه. وهو بيقول لهم ان هو احق مصارع بالمكان ده. وبعد مرور اسبوعين بنشوف ليو بعد ما سدد دين ابوه بالمبلغ اللي كسبه وعلاقته بتكون مع ابوه اتحسنت بشكل كبير وبيكونوا عايشين حياة مثالية. وبيقرر ليو ينضم لفريق المدرسة للمصارعة علشان يبدأ المشوار من اوله ويحقق حلمه بإرادته وعزيمته من غير قناع سحري ولا اي قوة خارقة. وبيخلص الفيلم.
ما تنساش تقول رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وتقدر كمان تقترح علينا افلام في التعليقات نلخصها على صفحة فيلم تشينو. وما تنساش تعمل فولو لصفحة عبد عاطف عشان تتابع الملخصات الكوميدية. ويلا سلام.